هكذا يتم إعداد الحلويات الشهيرة والبسيطة المعروفة باللقيمات، صغيرة ولذيذة كلها من طحين مقلية بالزيت وعليه قطر السكر، وبذلك تصبح من أكثر الوجبات ثراء بالكربوهيدرات، ولكنها من النوع الذي يخزنه الجسم. وعلى المدى الطويل فإن هذا النوع من الدهون يتراكم رويدا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى حدوث الجلطات. للأسف الشديد الجيمات يعني لازم تشبع حتى يصير في من برا شكلها مقرمش ومن الداخل تكون طرية نوعا ما، لازم تتشبع بالزيت، هذا هون الضرر. أما عن السعرات الحرارية فالحبة الواحدة تحوي 70 سعرة حرارية. إذن العوامات فوائدها قليلة ومضارها أكثر، ولكن كما كل شيء يمكن أن نعدها بطريقة صحية أكثر. فينصح الخبراء بتبديل الطحين الأبيض بالأسمر، ويمكن خلط الزعفران والكركم والهيل المطحون مع الطحين، فجميع هذه المكونات مضادات أكسدة تحافظ على صحة الجهاز الدوري والهضمي. كما يمكن تبديل النشا بمطحون الشوفان ليساعد على امتصاص الألياف ودعم الجسم بفيتامين ب. ولعملية القلي ينصح بإضافة كمية متساوية من زيت بذور العنب وزيت الكانولا. ويفضل عند تغميس اللقيمات بالدبس أو القطر استخدام القليل من العسل الطبيعي. وبشكل عام لا ينصح بتناول اللقيمات العادية لمرضى السكري ومن يعاني اضطرابات هضمية. سارة الدندراوي، العربية. هذه